السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى وفيديو جديد على قناتي قناة نكهة البيت السعيد. كنتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن وأطيب الأحوال. اليوم غادي نشارك معكم واحد لاطاخت باللوز لذيذة بزاف، أموندين بنينة معلكة اقتصادية. كنعرفوا بأن هذا النوع من ديال لي طاخت كيكونوا في لي باتيسري غاليين شي شوية، يعني كيكون الثمن ديالهم مرتفع. دابا ب150 غرام ديال اللوز غادي نوجدوا واحد لاطاخت عائليه بنينه بزاف، كتجي معلكه. غادي نعطيكم جميع الاسرار ديالها، سواء بالنسبه للعجينه او لا بالنسبه للحشوه. وبلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقه التحضير. على بركه الله نبداو بمقادير العجين صابلي. بالنسبه للمقادير ديال العجين غادي نحتاجو 120 غرام ديال الدقيق الابيض مغربل بطبيعه الحال. غادي نضيف عليه 50 غرام ديال الزبده اللي متواجده عندكم، سواء نباتيه او لا حيوانيه او لا مارغرين. واحد الساشي ديال سكر فاني، 50 غرام ديال السكر بودر او لا سكر غبره باش يسهل علينا العجن. غادي نحاول انني نبسس هاد العجينه هذه حتى كتشرب مزيان، يعني الزبده من الدقيق والدقيق من الزبده. من بعد غادي نضيف واحد الرشيشه ديال الملح، ضروري هذيك الرشيشه ديال الملح باش كتطلع النكهات. ومن بعد غادي نضيف بيضه كامله، واحد المعلقه ديال زيت البرتقال او لا البرتقال، القشره ديال البرتقال محكوكه بالحكاكه الرقيقه، والراس معلقه ديال نكهه اللوز او لاغوم ديال اللوز. تعطيها واحد اللذه للعجين ما نعاود لكمش عليها حتى تجربوها. بعد غادي نحاول انني نجمع هاد العجينه ما ندلكهاش، غير نجمعها. هي راه كتكون هشيشه ومطلوقه بزاف. غادي نديرها في بلاستيك غذائي وندخلها للثلاجه. ضروري انكم تدخلوها للثلاجه، لان الا خدمتوا بها دابا فهي غادي تسيح لكم. نخليها تقريبا يعني واحد 30 دقيقه، حتى الا باتت راه ماشي مشكل. من بعد انا غادي نسرحها، ومن الافضل انكم تستعملوا واحد الورق ديال المطبخ، يعني تسرحوها بين جوج قطع ديال الورق ديال المطبخ باش تسهل عليكم. لان الا ما سرحتوهاش، يعني ما استعملتوش هذه الطريقه، فهي غادي تلصق لكم في الدلاك او لا غادي تضطروا انكم تستعملوا الدقيق. غادي نسرحها حتى كنحصل على واحد العجينه اللي تكون متوسطه في السمك ديالها، ما غليظاش وما رقيقاش بزاف. بالنسبه للمول فمن الافضل انكم تستعملوا هذا النوع او لا داك اللي كيتحل من الجوانب، باش من بعد ما غاديش تعذبنا ملي نبغيو نديموليوها. بطبيعه الحال المول ما كندهنوش، لان العجين فيها كميه لا باس بها ديال الزبده. غادي نحاول انني نلبس هذا القالب هذا بالعجين ديالي من الجوانب ومن الوسط. نحاول بطبيعه الحال انه ما يكونش واحد الجهه غليظه واحد الجهه رقيقه. من بعد غادي نثقبها كامله بواحد الفرشيط، وغادي ندهنها بمعلقه كبيره تكون عامره ديال الناباج. الا ما متواجدش عندكم الناباج ممكن تعوضوه بالكونفيتور، اي نوع ديال الكونفيتور. يعني هاد الخطوه هذه فهي كتعطيها واحد اللذه وواحد التعليكه لذيذه بزاف. من بعد هاد العجين هذه ضروري انكم تدخلوها المجمد تقريبا 10 حتى ل 30 دقيقه. انا بالنسبه لي راه خليتها 30 دقيقه حتى شدات مزيان، باش ملي كتدخلوها الفران دوك الجوانب ما كيهبطوش، كيبقاو شادين الفورمه ديالهم. ودابا ندوزو للحشو. بالنسبه للحشو غادي نحتاجو 100 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. انا بصراحه راه كنستعمل غير الزبده اللي كتباع في لي بواط، كتكون فيها واحد المذاق زويون. غادي نضيف عليها 100 غرام ديال السكر سنيده. بغيتو تستعملوا السكر سنيده او لا سكر غبره فلكم الاختيار. غير الا استعملتوا سكر غبره سكر سنيده فغادي تحتاجوا واحد الانرجي باش تخدموها مزيان حتى كتولي بوماد. من بعد غادي نضيف معلقه صغيره ديال زيت البرتقال، راس معلقه ديال نكهه اللوز،
كتعطيها واحد التعليكه، واحد البنه من يعني خصكم تجربوها ضروري. من بعد غادي نضيف 3 ديال البيضات على دفعات، واني بطبيعه الحال ضروري انكم تخليو الزبده حتى كتذوب مع السكر حتى كتولي على شكل بوماد. عاد كتضيفوا هاد الاضافات الاخرى باش من بعد ما كتبقاش ديك السنيده كتغزز لكم في يعني بين الاسنان. نضيفوا البيض، يعني فوق ما ضفنا واحد البيضه كنخلطوا واحد شويه حتى كنكملوا البيضات بثلاثه اللي عندنا. البيض يكون متوسط، الا كان صغير ديروا 4 ديال البيضات. غادي نضيف 150 غرام ديال اللوز. بالنسبه لي انا اللوز خديت اللوز يعني صاين، صهرته شويه في الفران وطحنته، يعني ما يكونش عاوتاني ما نطحنوش حتى كيولي عجينه، غير غادي يولي غبره. كتلاحظوا معايا راه كاين واحد القطع ديال اللوز اللي بقاو صاينين، ما تطحنوش مزيان، ماشي مشكل. غادي نحرك جيدا، وبطبيعه الحال راه كيتباع اللوز مطحون الا بغيتو تحيدوا عليكم هاد المرحله هادي. غادي نضيف 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق الابيض. للاسف انا مشالي المقطع فاش صورت الدقيق. هذا هو القوام ديال العجين من بعد ما كنضيفوا له الدقيق. وكذلك واحد الساشي ديال الخميره كيماويه للاسف حتى هو مشى. ودابا غادي نسرح الحشو ديالي فوق العجينه من بعد ما بردات لي. كما قلت لكم 10 دقائق 30 دقيقه. انا ضروري هاد المرحله هذه ديال المجمد باش كيبقاو دوك الجوانب واقفين وشادين الفورمه ديال المول، لان الا دخلتوها مباشره للفران وهي سخونه فهادوك الجوانب كلهم كيهبطوا، وبطبيعه الحال كيفسد لكم المنظر ديال لاطاغ ديالنا. ما نعمروهاش كامله، نخليو تقريبا واحد نص سنتيم ولا سنتيم ديال العجينه باينه، لان كنعرفوا اي حاجه فيها البيض فهي راه كتنفخ. ونحاول نسرحها جيدا بحيث انني نعطيها واحد الشكل مسطح من الفوق. خديت واحد الكميه ديال اللوز، طحنتها واحد شويه يعني تقريبا مهرمشه. ضفت لها معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال سكر سنيده مخلط مع سكر فاني، وهي اللي غادي نرش على وجه لاطاغ. بالنسبه لي انا ما كيعجبنيش ندير لوز ايفيلي. علاش؟ لوز ايفيلي الا بغيتو تاكلوها في نهارها ما فيها باس ديروا لوز ايفيلي لانه كيبقى مقرمش. اما الا بقات لكم غير الغد ليه فهو داك اللوز كيولي رطب، وبصراحه انا ما كيعجبنيش. لهذا كنفضل هكا اللوز يكون يعني تقريبا غبره، ما مهرمش بزاف، ماشي قطع كبيره وماشي غبره. غادي نرش هذا الخليط هذا فوق لاطاغ ديالي، ندخلها للفران، فران متوسط الحراره، حتى كندخل واحد القطيب بحال الكيك العادي. الا طلع ناشف هذا يعني انه راه طايب. كنخرجو، كنخلي لاطاغ غير تبرد واحد شويه، يعني غير تولي دافيه، وكندهنها بالناباج اولا بالكونفيتور اللي متواجد عندكم. ولكن ما تقطعوها حتى كتبرد تماما، والا ديك العجينه غادي تكسر وغادي تفسد لكم لاطاغ ديالكم. كنتمنى انكم تجربوها، انا متاكده غتعجبكم. كتجي معلكه لذيذه بنينه بزاف واقتصاديه كذلك. وإلا جربتوها وعجبتكم ما تنساوش واحد اللايك، وما تنساوش كذلك واحد التعليق مشجع. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش الاشتراك، تفعيل الجرس ليصلكم اي جديد كنحطو. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.